أن اليوم تغيرت المفاهيم يا أخوة. صار اليوم النفاق سياسة، وصار التعري حرية، وصار التبرج أناقة، وصار اللي يلتزم بالدين وحضور المساجد والجماعات عقدة وتخلف ورجعية. كذي قاعد يشوفون، وأكو أيادي تعمل. ليش النبي بذاك الوقت تكلم قال وشر شيء مما ذكرت؟ لأنه كان قاعد يتكلم كيف بكم إذا فسدت نساءكم وفسق شبابكم، أيكون ذلك يا رسول الله؟ إي والله. وكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم بالمعروف؟ أيكون ذلك يا رسول الله؟ إي والله. وشر منه كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وهذا اليوم اللي قاعد تشوفه. الأغاني فن، التبرج أناقة، التعري حرية، النفاق سياسة، الخمر شراب. هذا اللي قاعد تشوف هالمفاهيم. الالتزام تخلف ورجعية وعقدة وإرهاب وإلى آخره. لازم يعني الواحد يعرف أنه في عالم فتنة، يستجير بالله، يتوكل على الله، يلتزم بما ألزمنا به النبي عند وصيته: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.